بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبدأ معكم اليوم بمشيئة الله تعالى سلسلة بعنوان حلول عملية في الجيوماتكس. بعض المشاكل التي تواجه المتخصصين أو العاملين في مجال الجيوماتكس وكيف نحلها بصورة عملية. الحلقات ديت انا باخد افكارها من الفيسبوك واليوتيوب والانترنت، الاسئله اللي بتجيلي، بحيث ان انا لما بشوف ان في سؤال معين بيتكرر هحاول بقدر الامكان ان انا اعمل عليه حلقه من هذه السلسله. فالحلقه الاولى النهارده هنتكلم على موضوع تحويل الاحداثيات، وهنستخدم برنامجين الجيوترانس والارك جي اي اس، وخاصة الجيوترانس لأنه برنامج مجاني مفتوح، واللي بيشتغل بنظم المعلومات الجغرافية هنقول له ازاي نعمل عملية تحويل الإحداثيات باستخدام برنامج الارك جي اي اس. طبعا اللينكات اللي موجودة هنا هو ده لينك الصفحة العلمية بتاعتي على الفيسبوك، وده اللينك التاني لقناتي على اليوتيوب. هنتكلم بسرعة الأول في ناحية علمية أو نظرية، إيه هي أنواع المراجع وإيه أنواع الإحداثيات، وبعد كده نخش في الجزء العملي، لأن أنا ما بحبش أتكلم في أي حاجة عملية إلا لما نشوف النظري أو الأساس العلمي بتاعها. بعد كده هننتقل إلى إزاي أعمل تحويل الإحداثيات أونلاين أو لحظيا على بعض صفحات الإنترنت للي عاوز، وبعد كده هنستخدم برنامج جيوترانس، وزي ما قلنا ان ده برنامج مجاني. هنستخدم كمان هنشوف برنامج اصغر منه وابسط اللي هو التاتوك جي اي اس، برضه بيعمل عمليه تحويل الاحداثيات، وبعد كده هنشوف ازاي نحول الاحداثيات جوه برنامج الارك جي اي اس. بعد كده في النهايه هنلقي الضوء على ايه الدقه اللي احنا ممكن نتخيلها او نتوقعها من عمليه تحويل الاحداثيات باستخدام هذه البرامج. يبقى دول الست نقاط اللي احنا بمشيئة الله تعالى هنتناولهم في حلقة اليوم. نبدأ نتكلم بصورة بسيطة وسريعة عن الأساس العلمي لأنواع المراجع وأيضا أنواع الإحداثيات. قلنا قبل كده أن شكل الأرض أولا ليست سطح مستوي، ما هياش بلان، وبعد كده اكتشفنا كمان انها ليست كرة كاملة الاستدارة، يعني بنسبة 100%، لان العلماء وجدوا ان في فرق ما بين نصف القطر الشمالي الجنوبي مع نصف القطر من الشرق للغرب، في فرق ما بينهم حوالي 21 كيلومتر، وطالما ان نصفين القطر مش متساويين يبقى ما هياش كرة 100%. طيب بعد كده قالوا لا، ما احنا لازم ندور على شكل هندسي يقول لنا او يحدد لنا الارض دي شكلها ايه وحجمها ايه، لان انا محتاج الشكل الهندسي في كل الحسابات اللي انا بعملها بعد كده، وازاي ارسم الخرائط بتاعتي، وازاي امثل البيانات في صورة رقمية في العصر الحديث. طيب دور العلماء وجدوا ان اقرب شكل هندسي لشكل الارض الحقيقي هو اللي احنا قلنا عليه الإليبسويد. ايه هو الإليبسويد ببساطة؟ لو انا دخلت المقطع بتاعه عبارة عن إليبس او قطع ناقص او شكل بيضاوي له نصفين قطرين مختلفين، عشان كده مش هنقول نصف قطر، طالما ان هم مختلفين ما نقدرش نسميه نصف قطر، هنقول له محورين مختلفين. فلو قلت المحور الاولاني نص المحور سميته ايه، نص المحور الثاني سميته بي، اذا ايه لا تساوي بي لانه مش كوره. لو ايه تساوي بي كان يبقى كوره 100%. لا، الإليبس ده او الشكل البيضاوي له نصفين محورين مختلفين. لو انا دخلت ان الشكل البيضاوي او القطاع دوت بدأ يدور حوالين المحور الاصغر بتاعه، بدأ يلف حوالين المحور بتاعه الصغير دوت، هينتج ليه مجسم هنسميه الإليبسويد. اذا هو المجسم الناتج عن دوران الشكل البيضاوي ده اقرب ما يكون لشكل الارض الحقيقي، وبالتالي هو شكل هندسي ليه معادلات اقدر ان انا استخدمها بعد كده في عمليات حساب الاحداثيات وحساب المسافات والانحرافات ورسم الخرائط. طيب كنا بنعمل الإليبسويد ده ازاي او كان بيتعمل ازاي؟
كان العلماء كل ما بيجمعوا مجموعة من القياسات المساحية أو القياسات الجيوديسية على سطح الأرض، مسافات وانحرافات وخطوط أطوال وأرصاد فلكية، بيجمعوا الكلام ده. ونتخيل كده أقرب ما يكون إن هو كان بيحطه في برنامج كمبيوتر يقول له الأرصاد دي هتمثل الارض. طب الارض في الحاله دي او الاليبسويد في الحاله دي يا ترى الاي والبي بتوعه كام؟ طبعا في وقتها ما كانش فيه كمبيوتر، بس احنا بنقول بنتخيل عاوز احسب قيمه الاي والبي اللي هم نصف المحور الاكبر ونصف المحور الاصغر لاليبسويد يناسب القياسات ديت. طيب يبقى هنقول مثلا جه عالم اسمه كلارك في سنة 1866، يعني من أكتر من 150 سنة، وراح حسب قيمة الA وقيمة البي. قال والله يا جماعة الA بتاع الإليبسويد اللي هيمثل الأرض القيمة بتاعته أهي، البي القيمة بتاعته أهي. وسمى الاثنين دول او سمى الإليبسويد او النموذج اللي هو عمله نموذج كلارك لعام 1866. اذا ده بقى إليبسويد، قيمه الاي والبي حددوا له إليبسويد معين. طيب جه واحد بعده مثلا ب 20 سنه ولا ب 30 سنه عمل قياسات اكتر، بدا يحسب ايه وبي جديده، فحسب ايه وبي جديده. فقلت والله العالم ده اسمه هيلمرت، قال والله النموذج ده او الإليبسويد ده انا اسميه هيلمرت 1906، وهكذا. اذا هناك مجموعه كبيره جدا من الإليبسويدز المستخدمه حوالين العالم. طيب وبعدين كل دولة بقى اما كانت تبدأ في المرحلة الأولانية لرسم الخرائط بتاعتها، يعني حساب الإحداثيات، عاوزة قيمة A و B يدخلوا في المعادلات، لأن كل المعادلات اللي عندنا داخل جواها في الحساب ال A وال B بتوع الإليبسويد اللي أنت هتستخدمه. يبقى في الوقت دوت كل دولة كانت بتشوف والله أحدث إليبسويد في لحظتها كان مين وتبدأ تستخدمه. يعني مثلا في مصر احنا بدأنا إنتاج الخرائط في عام 1907، فوالله في الوقت ده كان احدث إليبسويد موجود هو هيلمرت 1906. خدنا قيمة الاي والبي بتوع هيلمرت دول وبدأنا ندخلهم في المعادلات بتاعتنا ونحسب الاحداثيات ونرسم الخرائط. طيب هنفترض ان مثلا جه في 1972 ظهر إليبسويد جديد، يعني ظهرت قيمة A و B جديدة. صحيح هم احسن وادق من الإليبسويد بتاع هيلمرت، لكن هل انا اقدر استخدمهم؟ عمليا واقتصاديا من الصعب. ليه؟ لان انا معنى كده ان انا لازم اغير كل الخرائط بتاعتي. طب الخرائط دي انا عملتها والناس والشركات والمشاريع بداوا يشتغلوا بيها، هل اقدر اقول لهم وقفوا كل دوت لغايه ما اعمل لكم خرائط جديده باستخدام الإليبسويد الجديد؟ لا طبعا ما ينفعش. فبالتالي كل دولة بدأت بإليبسويد معين ما زالت مستمرة به حتى اليوم، مش من ناحية علمية لكن من ناحية اقتصادية وعملية. ما اقدرش ان انا اغير الإليبسويد. طيب في مصطلح تاني بنسميه المرجع، يعني دايما بنسمع مصطلحين إليبسويد ومرجع. ايه الفرق ما بينهم؟ اي إليبسويد من الناس بتحسبه بيكون هو اقرب ما يكون لشكل الارض الحقيقي على المستوى العالمي، يعني في ما زالت في فروقات بين الإليبسويد دوت وبين الشكل الحقيقي، بس الفروقات دي صغيره، بنتكلم في زائد او ناقص 100 متر. يعني فرق الإليبسويد عن الحقيقي بتاع الارض في حدود ال 100 متر. طب ده على المستوى العالمي، لكن انا كدوله اما اجي استخدم الإليبسويد بتاعي عاوزه يكون احسن ما يكون او اقرب ما يكون الى شكل الارض الحقيقي في حدود دولتي، حتى لو كان في حتة تانية مش كويس انا ماليش دعوة. فبالتالي كانت كل دولة بتلجأ ان هي تعدل وضع الإليبسويد دوت وليس الحجم، يعني مش هغير في الاي والبي ولا حجمه ولا مواصفاته الهندسية، لكن هعدل في وضعه، يعني كأني بلفه شوية صغيرين كده هوت عشان يبقى مناسب جدا في حدود دولتي. يبقى الوضع دوت الإليبسويد ما بقاش في وضعه العالمي، ده انا غيرت فيه شويه صغيرين قوي عشان يناسبني انا في مصر. فبالتالي بقى مرجع وطني خاص بدوله معينه بنسميه الناشونال ديتم او المرجع الوطني. يعني هنقول كمثال في إليبسويد هيلمرت 1906، لكن مصر بعد ما عدلته شويه غيرت فيه، عملت له دوران شويه وقللته او رفعته او نزلته شويه، غيرت في الوضع بتاعه اصبح يناسبها بنسبه 100%. يبقى ده سميناه المرجع الوطني المصري، او السوفت وير دايما بتسميه الاولد ايجيبشن ديتم 1907. يبقى هو الإليبسويد هيلمرت 1906 لكن عدلته شويه.
في الاليبسويد العالمي مثلا لعام 1924 اتعدل برضه شويه صغيرين عشان يناسب المملكه العربيه السعوديه، واطلقوا عليه كلمه عين العبد 1970، بقى مرجع وطني للمملكه العربيه السعوديه. يبقى ده الفرق ما بين اليبسويد يعني في وضعه العالمي بدون اي تعديل، مرجع او ديتم يعني هو اليبسويد لكن مع التعديل البسيط فيه ليناسب منطقه جغرافيه او ليناسب دوله معينه. بدأت تظهر لي مشكلة الإليبسويدز ديت في بداية السبعينات والثمانينات مع اختراع أجهزة الجي بي اس. ليه كده؟ لأن أجهزة الجي بي اس الإحداثيات اللي بتجيلي منها أو الأرصاد اللي بتجيلي منها هي برضو قياسات مساحية، يعني لازم تبقى داخلة فيها A و B معينين في الحسابات. فدخلت فيها اليبسويد المرجع العالمي اللي هو وورلد جيوديتك سيستم او اختصارا الدبليو جي اس 84. اذا معنى كده ان احداثيات الجي بي اس منسوبه للمرجع العالمي ده، بينما انا الخرائط بتاعتي في دولتي منسوبه للمرجع الوطني بتاعي. يبقى ما اقدرش اخد ارصاد الجي بي اس احولها مباشره او اوقعها على خرائط لدوله معينه طالما انها مستخدم فيها مرجع غير الدبليو جي اس 84. يبقى لازم اعمل عمليه التحويل، يبقى لازم اعرف علاقه رياضيه او معادلات ما بين الدبليو جي اس 84 الاليبسويد العالمي ده والمرجع المستخدم في كل دوله من الدول. العملية دي عملية التحويل هو ده اللي احنا بنسميه تحويل المرجع او الديتم ترانسفورميشن. طيب ايه العلاقة الرياضية دي؟ العلماء قالوا والله في كذا حاجة ما بين تحدد العلاقة ما بين اتنين اليبسويد. يعني انا لو تخيلت مثلا الاليبسويد الاولاني اللي هو باللون الاحمر ده وفي اليبسويد تاني باللون الازرق، ايه العلاقة اللي ما بينهم؟ اول واحد في بعد ما بينهم، يعني مركز ده ما هوش مركز ده. طب العلاقه ما بين المركزين قد ايه؟ يعني ده يبعد عن ده مسافه قد ايه؟ والمسافه دي اقدر احللها الى 3 مركبات، يبقى دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زد. يبقى لتحديد العلاقه ما بين مركز او المركزين بتوع المرجعين او الاثنين الابسويد اللي انا بتكلم عليهم محتاج اعرف دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، الفرق الهندسي او فرق الاحداثيات ما بين المركزين، ودول اللي بنسميهم الترانسليشن بارامترز او عناصر الانتقال الثلاثه. طيب حاجه الثانيه، هل الاثنين اليبسويدز دول حتى لو انا عرفت المسافه اللي ما بينهم او الدلتا اكس دلتا واي دلتا زد هل هم متوازيين؟ يعني المحاور بتاعتهم متوازيه 100% ولا واحد فيهم في فرق في دوران عن التاني؟ يبقى محتاج اعرف الميل بتاعهم برضو، الروتيشن حوالين محور اكس، الروتيشن حوالين محور واي، الروتيشن حوالين محور زد. دول اللي احنا بنسميهم الروتيشن بارامترز او عناصر الدوران الثلاثه. يبقى 3 زوايا يحددوا العلاقه الفراغيه ما بين ال3 محاور في كل اليبسويد. طيب يبقى كده عندي 3 انتقال 3 دوران، ادي 6 عناصر. وبعدين طب هل الاثنين حجمهم قد بعض؟ يعني لو انا قست مسافه على الاليبسويد الاولاني هي نفس المسافه على الاليبسويد الثاني، ولا واحد فيهم اكبر شويه من الثاني في الحجم؟ يبقى لازم محتاج سكيل فاكتور او معامل قياس يحدد الحجم ما بين المرجعين، وده بيبقى عنصر واحد اللي هو السكيل فاكتور. اذا في النهاية العلاقة الرياضية بين أي مرجعين أو أي 2 إليبسويد تحدد من خلال 7 عناصر اللي احنا بنسميهم الترانسفورميشن بارامترز. يبقى دلتا اكس دلتا واي دلتا زد العلاقة ما بين مركزي ال2 إليبسويد، 3 زوايا دوران ار اكس ار واي ار زد يحددوا العلاقة ما بين المحاور ال3، وعنصر سابع اللي هو السكيل فاكتور اللي يحدد فرق الحجم ما بين المرجعين. يبقى عشان اعرف علاقة رياضية ما بين مرجعين لازم اعرف قيمة ال7 عناصر دول اللي احنا بنسميهم الترانسفورميشن بارامترز او عناصر التحويل. وبتبقى في بقى معادلات رياضية معينة ان انا لو عرفت ال7 عناصر دول اقدر
اقول احداثياتي مثلا اكس وواي وزد على الاليبسويد الاولاني، احسب منها اكس وواي وزد على الاليبسويد الثاني. لو انا عرفت السبعه عناصر المجهولين اللي هم دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، ار اكس ار واي ار زد في المصفوفه ديت، وقيمه السكيل فاكتور هنا اهو، يبقى من خلال معادله رياضيه معينه اقدر ان انا احول الاحداثيات من اليبسويد الى اليبسويد اخر. لكن السبع عناصر دول عشان احسبهم بنفسي لازمني على الاقل يبقى عندي 3 نقط عارف احداثياتهم اكس واي وزد على الاليبسويد الاولاني، وعارف احداثياتهم اكس واي وزد على الاليبسويد الثاني. يبقى لو انا عرفت 3 نقط يبقى هيدوني 9 معادلات، لان كل نقطه هتديني معادله في الاكس ومعادله في الواي ومعادله الزد، يبقى عندي 9 معادلات. ال9 معادلات دول لو انا بصيت عليها الشكل العلاقه الرياضيه، عندي 9 معادلات اقدر احسب منهم السبع عناصر المجهولين اللي انا بتكلم عليهم، اللي هم عناصر التحويل ما بين المرجعين. واي برنامج من برامج الجي بي اس لو انت اديته الاكس والواي والزد لثلاث نقط هنا وهنا يقدر يحسب لك العناصر دي. لكن في ناس بتبسط الموضوع شويه، بتقول والله غالبا عناصر الدوران اللي هم الثلاث زوايا دول بيبقوا صغيرين جدا، عنصر السكيل او عنصر فرق الحجم برضه بيبقى صغير جدا قريب من الواحد، بحيث ان دول تاثيرهم ضعيف قوي. لو انا كفايه او ان انا عرفت دلتا اكس دلتا واي دلتا زد العلاقه الرياضيه ما بين مركزين الاثنين اليبسويد، يبقى الثلاث عناصر دول هم تقريبا يدوني من 90 الى 95% من العلاقه الرياضيه، واقدر احول من احداثيات الاليبسويد الاولاني احسب منها احداثيات الاليبسويد الثاني بطريقه مبسطه لو انا عرفت 3 فقط وليس السبعه كلهم. طيب دي بالنسبه للمراجع الديتمز والاليبسويد. طيب هنتكلم بسرعه برضو على الاحداثيات. انا عندي نوعين من انواع الاحداثيات، في احداثيات على سطح الارض واحداثيات على الخريطه. الاحداثيات على سطح الارض بنسميها الاحداثيات ثلاثيه الابعاد او الثري دايمنشن. ليه؟ لان انا بقيس حاجه على سطح الارض والارض مجسمه، يبقى اي عنصر فيها عشان اعرف مكانه بالظبط محتاج 3 حاجات. يعني كمثال لو انا قلت خط الطول ودايره العرض والارتفاع، او اللاتيتيود واللونجيتيود والهايت، ادي 3 حاجات. لو انا بشتغل بنوع الاحداثيات الكارتيزيه يبقى محتاج الاكس والواي والزد. يبقى كل نقطة ليها 3 حاجات على سطح الأرض أو 3 إحداثيات على سطح الأرض. بينما لو انتقلت للخريطة، الخريطة ما هي إلا قطعة مستوية ومستوى، قطعة من الورق مسطحة. فبالتالي عشان أعرف موقع أي نقطة على الخريطة محتاج حاجتين 2 بس أو بعدين، عشان كده بنسميها إحداثيات ثنائية الأبعاد أو التو دايمنشن. يعني الإكس والواي على الخريطة، لأن الخريطة ما فيهاش ارتفاعات، الخريطة كلها قطعة من الورق المسطح، أنا بشتغل على بلان. فهناك أيضا أنواع من الإحداثيات زي مثلا نظام ميريكاتور العالمي أو اليونيفرسال ترانسفيرز ميريكاتور اللي احنا اختصارا بنسميه اليو تي ام. كل دولة أو معظم الدول بيبقى كمان أحيانا بيبقى ليها نظام إحداثيات خاص بيها لوحدها. يعني مثلا الايجيبشن ترانسفيرز ميريكاتور اللي هو نظام الاحداثيات المستخدم في الخرائط المصريه. يبقى كل حاجه بيقول لي الاكس والواي او الايست والنورث، الشرقيات والشماليات. يبقى عندي هنا مشكله تانية، ان الاحداثيات اللي انا بقيسها على سطح الارض ثلاثيه الابعاد، يعني كل نقطه ليها 3 قيم تحدد موقعها، بينما على الخريطه ثنائيه الابعاد كل نقطه ليها قيمتين 2 فقط يحددوا ابعادها. طيب ازاي اخد الارصاد بتاعتي المقاسه على سطح الارض اللي هي 3 قياسات او 3 احداثيات احولها الى احداثيات على الخريطه 2 فقط لا غير؟ ده اللي احنا بنسميه اسقاط الخرائط او الماب بروجيكشن. يبقى علم او معادلات رياضية بتقول لي ازاي اخد المنطقة او النقطة او الخط المقاس على سطح الارض امثله على الخريطة، اخد له ازاي 3 احداثيات بتوعه اللاتيتيود واللونجيتيود والهايت احولهم الى 2 فقط لا غير، يبقى من خلال معادلات رياضية او اللي احنا بنسميه الماب بروجيكشن او اسقاط الخرائط. اذا بصورة عامة كده هوت كنهاية للجزء النظري بتاعنا، انا عندي خطوتين اما بتعامل مع نقط الجي بي اس او الارصاد اللي جايه لي من الجي بي اس. الخطوه الاولانيه ان ارصاد الجي بي اس جايه لي على الابسويد العالمي دبليو جي اس 84.
يبقى ما اقدرش اخدها مباشره، لازم احولها من WGS 84 الى المرجع الوطني اللي انا بتعامل بيه في الخرائط في الدوله بتاعتي. يبقى محتاج الترانسفورميشن بارامترز او عناصر التحويل، يا اما السبعه يا اما الثلاثه على اقل تقدير. يبقى دي الخطوه الاولانيه اللي هو تحويل المرجع او الداتا ترانسفورميشن. طيب انا حولت هنا من احداثيات من مرجع لمرجع، لكن الاثنين ما زلت بتعامل مع الارض كمجسم، يعني اليبسويد. طيب انا لما برسم خريطه برسمها على قطعه من الورق، يبقى محتاج اخد الاحداثيات دي احولها من احداثيات ثلاثيه الابعاد الى احداثيات ثنائيه الابعاد طبقا للنظام اللي انا بستخدمه في خرائط الدوله بتاعتي، اللي هو اللي احنا بنقول عليه اسقاط الخرائط او الماب بروجيكشن. يبقى محتاج اعرف ايه النظام اللي انا استخدمه في اسقاط الخرائط والمعاملات بتاعته ايه او الخصائص بتاعته ايه. يبقى عندي خطوتين، داتا ترانسفورميشن وماب بروجيكشن، والاثنين ممكن يتعملوا زي ما هنشوف في الجزء العملي بعد كده. هوت في الجزء العملي الاولاني هنتكلم على ان بعض المواقع او الويب سايتس على الانترنت اللي بتعمل لي عمليه تحويل الاحداثيات اونلاين او لحظيا. كمثال طبعا في مواقع كتيره جدا، لكن هناخد 3 امثله صغيره قوي. الموقع الاولاني ده اللينك بتاعه اللي هو بيعمل لي تحويل الاحداثيات الجغرافيه، يعني خط الطول ودائره العرض، الى بعض انواع الاحداثيات المسقطه او المستخدمه في الخرائط. يبقى الصفحه دي لا تشمل كل الانواع المستخدمه لكن بعضها. طب كويس ماشي، يبقى انا عرفت هي هتعمل ايه. لكن من مميزاتها انها بتعمل لي العرض على الجوجل ايرث، خرائط جوجل مباشره. يعني لو انا مش عارف احداثيات النقطه اللي انا عاوز احولها من مرجع الى مرجع، هي بتفتح لي جوجل ايرث قدامي زي ما هنشوف دلوقتي، بحيث ان انا لما بشاور على النقطه يبقى بياخد احداثياتها من الجوجل ايرث ويحطها لي في المجسم الابسود الاولاني، وبعد كده يقول لي شوف بقى انت عاوز تحولها لاني الابسود تاني. يبقى دي ليها ميزه وليها عيب. الصفحة الثانية ده اللينك الثاني برضو بتاعتها، بتاخد من احداثيات جغرافية الى UTM، يعني Universal Transfers Mercator، احداثيات مسقطة لكن على WGS 84 بس. يعني بتعمل لي اسقاط خرائط، ما بتعملش تحويل مرجع. يعني هو بيشتغل على مرجع واحد WGS 84 بس بيحوله من جغرافي الى UTM، زيها زي الصفحة الثالثة او المثال الثالث اللي احنا هنشوفه مع بعض. دي الصفحة الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو أول واحدة بتحول إحداثيات على الإنترنت مباشرة. وقلنا إن ميزة الصفحة ديت إن هي بتعرض لي خريطة الجوجل ايرث، بحيث إن أنا لو مش عارف الإحداثيات بالظبط بتاع النقطة اللي أنا عاوزها، ممكن بسهولة جدا إن أنا أقدر إن أنا أحددها على الخريطة. يبقى لما اعمل كليك هنا اهوت بحط النقطة على المكان اللي انا عاوزه، الاحداثيات بتظهر معايا مباشرة. لو انا عارف الاحداث بتاع النقطة اللي انا عاوزها يبقى هاجي اهوت وادخله مباشرة باللاتيتود واللونجيتود، وهنا بيقول لي الاحداثيات الاولانية على المرجع WGS 84 بتاع الGPS، هقول له اوكي. طيب لو دي الاحداثيات اللي انا عاوز احولها، طب عاوز احولها لايه؟ ببدأ ان اهوت ابص على الامكانيات اللي عنده كذا نوع من انواع الاحداثيات. لو انا تجولت هنا اهوت حتى بعد كده اهوت دي الاحداثيات الجغرافيه على مستوى العالم. بعد كده كل دوله البانيا، ارجنتينيا، وهكذا كل دوله في انواع الاحداثيات المستخدمه فيها. لو انا جيت مثلا اقول له مصر، يبقى هنزل لغايه ايجيبت، اهو بيقول لي في 5 6 انواع. ودي الميزه برضو بتاع البرنامج، ما بيخلينيش احفظ اي كونستانت او قيم نظام الاحداثيات المستخدم. هقول له مثلا في الريد بيلت، مصر في الريد بيلت اللي انا عاوز احوله مباشره، ادي الاكس والواي اهيت.
يبقى اي نقطة انا عاوزها لو انا عارف الاحداثيات بتاعتها اقدر ان انا ادخلها مباشرة درجات ودقائق وثواني. هنا بيسمح لي كمان ان انا اشتغل درجة ودقيقة وثانية بالاحداثيات الحقيقية، او بدرجة ودقيقة فقط، او بدرجة وكسر من الدرجة. يبقى اللي انا على حسب الفورمات بتاعتي اقدر ان انا احول. طبعا ممكن احول العكس، لو انا جيت هنا اهوت قلت له والله الاحداثيات اللي عندي هي احداثيات النظام المحلي، واجي هنا هو اختار له احداثيات النظام العالمي عشان يبقى عمليه التحويل عكسيه من محلي الى عالمي، وليس هنا هو من محلي من عالمي الى مصري. الموقع الثاني اللي هو اللينك بتاعه ده زي ما اتكلمنا عنه، ده بيسمح لي برضو بعمليه تحويل بسيطه مش زي الموقع الاولاني. هنا هو اللاتيتيود واللونجيتيود، هقول له مثلا انا بشتغل في النورث مع الايست، عاوز ادخل الاحداثي بتاعي هل هو درجه ودقيقه وثانيه، ولا درجه ودقيقه بس، ولا درجه وكسر من الدرجه. هاجي مثلا هنا هو هقول له النقطه بتاعتي 30 مع لونجيتيود 31، اي نقطة في مصر هنا اهوت اقول له هنا 0 وهنا 0، كأنها درجات فقط لا غير. ده المدخل الاولاني بتاعي. يبقى هنا مجرد بعد ما بدخل بقول له كونفيرت، بيقول لي والله اللي انت دخلته درجه ودقيقه وثانيه اهومت الى احداثيات اليو تي ام، ده النورث او الشماليات، ده الايست الشرقيات، والشريحه بتاعتك هي 36 ار على نظام الدبليو جي اس 84. يبقى حول من احداثيات جغرافيه الى احداثيات مسقطه بنظام اليو تي ام. دي امكانيات البرنامج فقط. الصفحة الثالثة شبيهة جدا برضو بالصفحة الأولانية، خاصة بالتحويل إلى يو تي ام فقط لا غير. يبقى أنا هو بحط له اللات واللونج بتاعي، بقول له حول، بيقول لي برضو أدي الإحداثي، ده الإكس وده الواي، وأنت في الشريحة 36. أرجو ألا تنسوني من دعائكم بظاهر الغيب أن يغفر الله لي ولوالدي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.